اللهم عطر صباحي وصباح من تصله كلماتي براحة البال ونسمات الاطمئنان، ومنحنا ما نتمنى ويسر أمورنا يا رب. صباح النور والسرور والورد المنثور لأغلى أحبة مع نسمات البحر العليل. أسعد الله صباحكم يا أحباتي الغاليات على قلبي. إن شاء الله يكون يومكم مملوء بالأجر مصحوب بالعافية ومختوم بالمغفرة. نبدأ يومنا باللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله حبيباتي نخدمو بعضنا صينية بطاطا بأجنحة الدجاج ولا بطاطا كوشة بأجنحة الدجاج بتتبيلة أكثر من رائعة جدا، تخلي أجنحة الدجاج تاعنا طريين وبنانين بزاف بزاف، وبطاطا ديالنا تجي بنينة، تجي كأنها مقلية ما تجيش كأنها مغلية هيدا في الماء. كما قلت مع الأسعار المرتفعة للدجاج ما كاين بزاف اللي ما يقدروش يشريو الدجاج، درت لهم هذه بطاطا كوشه قلت كما قلت باجنحه الدجاج. تقدروا تشريو غير لاكاس فقط وتنحيو اجنحه الدجاج ديروا بهم هذه السنيوه، وشي اللي بقى تقدروا ديروا بهم شربه فريك، شربه فرميسال، اي شي حاجه من لي سوب هيدا. دائما ندير لكم الاطباق الاقتصاديه والسهله والسريعه. تبعوا معي عفوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله، ونتمنى ان الاعجاب تاعكم ان شاء الله. واذا عجبكم حبيباتي كالعاده ما تنساوش ديروا لايك الفيديو. شكرا لكم. هنايا في التتبيله عندي ملعقه مملوءه من الفلفل الاحمر الحل، وملعقه من الدرسه، ملعقه كذلك من الملح، الملعقه المتوسطه نتاع الطماطم هذيك ماشي الصغيره كامل وماشي الكبيره. رشة من الفلفل الاسود، رشه من الفلفل الاسود على راس الملعقه، خلاف على راس الملعقه فلفل احمر حار، يعني من الاحسن نديرو شويه الحار باش يجيو اجنحه الدجاج تاعنا بنانين بزاف. وملعقه مملوءه من الخردل لا موطارد، ملعقه كبيره هنايا مملوءه من الياورت طبيعي، وملعقه خلف كذلك كبيره من الخل الابيض يعطي طراوه للدجاج تاعنا، وحوراش تومه صغيره هنايا، وحوالي ملعقتين كبار من زيت المائده. ونخلط الدرسه تاعي مليح مليح حتى يندمجوا جميع المكونات مع بعضهم كما كتلاحظوا. يعني جربوها حبيباتي والله يعني بنانين بزاف، يعني اجنحه الدجاج ما يجيوش ناشفين خلاص، يجيو طريين ويجيو ببنه يعني المحلات واحسن، يعني يجيو بنان. قلت بزاف جربوهم ان شاء الله ويعجبوكم. عندي هنايا كميه من اجنحه الدجاج كما قلت، تعرف هذو اللي هي من الاسعار مرتفعه للدجاج. شريت لاكاس فقط، نحيت لهم الاجنحه تاعهم، وشي الباكي اللي بقى درتو الشربه، هذا شربة فرميسال. انا دخلت التتبيله هذيك مليح مليح في اجنحه الدجاج تاعي كامل، نتبلهم مليح. اللي حب هيدا يشلحهم شويه بالموس هذا فقط باش تدخل التتبيله مليح. انا نكمل اجنحه الدجاج هذو كامل. هنايا من الاحسن نديروهم في الصباح الباكر، ومن بعد نديروهم في الغداء ولا طرش ما يديوش معنا الوقت بزاف. انا بعد ما تبلتهم كامل نغطيهم بكيس بلاستيكي وندخلهم للثلاجه. انا درتهم هنايا في الصباح الباكر، ومن بعد هذيك جات العشرة دخلتهم ما استعملتهم. عندي هنايا بطاطا قطعتها هذا دوائر متوسطه، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش خشينه. نحط لها ملعقه من الملح، ملعقه صغيره طبعا متوسطه ماشي صغيره كامل. عندي هنايا قليل فقط من الفلفل الاحمر الحلو والبابريكا الدرسه عفوا، قليل فقط من الفلفل الاسود، نفس التوابل اللي حطيت اجنحه الدجاج نحطهم البطاطا، شويه قليل فقط من الفلفل الاحمر الحار، حوالي ملعقتين من زيت المائده. عندي حبه الطماطم كانت كبيره شويه طيبه مليح ربيتها، ونخلط الكل مع بعضهم. نخلط هذيك ندخل هذيك التتبيله كامل المكونات مع بطاطا حتى يقيسوا جميع الحبات تاع بطاطا. نجيب البلا اللي يدخل الفرن. عندي هنايا حبه بصل قطعتها هيدا شرائح، نفرش هذه هي لتحت. عندي هنايا شويه اوراق رند حوالي بزوج ولا ثلاثه حطوا، مع 2 فلفلات حارين،
ونفرغ بطاطا تاعي نستويها كامل في السنيوه. ونجيب اجنحه الدجاج ونفرشهم فوق بطاطا تاعي بالطريقه هذه. انا نسيت شويه الكزبر يعني الدبشه ما حطيتوش شويه، ما خلطتوش مع التتبيله مع بطاطا، من الاحسن نحطوه مع التتبيله. انا نحطو لك رشو شويه الفوق. والتتبيله هذه كامل دبكه نفرغها على بطاطا تاعي ولا اجنحه الدجاج. يعني تجي بنينه بزاف، حلوه عسل. يعني جربوها حبيباتي، يعني بمكونات اقتصاديه، يعني تخرجوا غداء ولا عشاء بنين بزاف. انا كنت كم هنا نسيت الدبشه، فركتها شويه هيدا الفوق، ومن الاحسن خلطوها مع بطاطا احسن. عندي هنايا حوالي نص ملعقه من الزبده، قطعتها هيدا قطع صغيره وفرشتها فوق السنيوه تاعي، نحطها فوق بطاطا هيدا. حطيت هنايا حوالي ملعقه من زيت المائده، ملعقه فقط. هنايا تقريب ملعقه ما مملوءاش بزاف من الطماطم المصبره، نحللها في الماء في كاس من الماء. الكاس هذا تاع 280 ملي. نحلل الملعقه هذه تاعي تاع الطماطم مليح مليح في الماء. انا الماء هنايا ما كانش دافي عادي. نعمر الكاس تاعي، قلت الكاس تاع 280 ملي، ونحرك مليح ونبدا نفرغ في السنيوه تاعي كما كتلاحظوا. نجيب ورك الزبده نرويه في الماء باش يسهل عليا باش نغطيه بسهوله وباش يحكم بلاصتو مليح. نشمخو في الماء مليح ونغطي به السنيوه تاعي. ومن بعد نجيب ورك الالومنيوم ونغطي السنيوه تاعي مليح باش نضمن البخار ما يخرجش، البخار اللي يطلع يقعد في السنيوه تاعي. وندخلها للفرن على درجه حراره 200 درجه، 250 بين 250 الى 200 درجه. هيداك الفور تاعو يكون اللي نحطو بين 250 واللي يكون شويه كاوي بين 200 درجه. في الرف فوق الوسط، عفوا في الرف الوسط، حطوها في الرف الوسط. يعني مده ساعه كامله تكون طابت كلش، يعني يكون طاب مده ساعه. كان طاب لينا بطاطا باجنحه الدجاج. عريت عليهم ورك الالومنيوم والزبده نحيتهم، وعاودت خليت شعلت غير من تحت فقط، ما شعلتش شويه الفوق. وعاودت خليتهم دخلتهم كلت الكوشه مده 4 ساعات. زدت لهم 4 ساعات باش تعطي لها ديك التحميره الفوق، بلا ما نشعل عليهم شويه. انا شعلت عليهم الفوق التحت فقط، واللي يحب يشعل عليهم شويه يشعل عليهم شويه من الفوق. انا كنت شعلت عليهم غير من التحت فقط، ونحيت لهم ورك الزبده ورك الالومنيوم، وزدت لهم 4 ساعات ونحيتهم كما كتلاحظوا. يعني جات بطاطا بنينه بزاف، ما جاتش كانها مغليه. اجنحه الدجاج تاعنا جاو طريين 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 لداخل، والبرا جايين يقرمشوا وجايين بنين فيه محل بنه. يعني صدقوني حبيباتي فيه محل بنه بنينه بزاف. وعندي لاصوص شويه اللي يحب لاصوص بطاطا كوشه تجيه بلاصوص، كاينه لاصوص شويه. ان شاء الله حبيباتي تجربوها وتنال الاعجاب تاعكم. يعني كنت طبق اقتصادي نقدروا نفرحوا العائله تاعنا. ان شاء الله تجربوها حبيباتي وتعجبكم ان شاء الله. واذا عجبكم كالعاده ما تنساوش ديروا لايك الفيديو. شكرا لكم.